استنى كده، انت سألت انا مين؟ طز فيه. طز، اكيد سمعت الكلمة دي قبل كده في مواقف كتير، بس يا ترى فكرت اصلها ايه؟ استنى كده، انت سألت انا مين؟ طز، ما زعلتش، دي مش شتيمة خالص. الكلمة دي أصلها تركي من أيام الدولة العثمانية، وكان معناها ملح. أيوة ملح. في الوقت ده الدولة كانت بتحط ضرائب على كل السلع إلا الملح، لأنه كان بسيط ورخيص وكل الناس محتاجاه. فالمفتش وهو ماشي بين التجار يقول لهم إيه اللي معاك؟ فيرد التاجر بكل ثقة طز، يعني معايا ملح يا باشا. فيرد المفتش وهو زهقان عدي يا عم مش عليك حاجة. وهوب بقت الكلمة دي رمز لأي حاجة ملهاش لازمة. يعني لما واحد يقول لك طز في الموضوع ده يبقى قصده ما تسواش ضريبة ملح. ومن ساعتها ولحد النهاردة الكلمة دي ما بطلتش تتقال، بس معناها تبدل من ملح لمش مهمة. وطبعا قبل ما تمشي اكيد نفسك تعرف انا مين. طز. شوف الفيديوهات اللي قبل دي وهتعرف. ويلا اشوفكم في حكاية مثل جديد.